السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. يكبر بخاطركم ويوفقكم كلكم وتتحققوا كل اللي بتتمنوه، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن ازاي تذاكر انجليزي صح. كتير منكم بيعاني من مذاكرة الانجليزي، بس الانجليزي ده امتع مادة وهتحبوها. عايزاكم تعرفوا ان المادة لو حبيتوها هتعرفوا تتعاملوا معاها، فعايزاكم ما تحكموش على المادة الا لما تعرفوها. وعامة اي مادة انتوا ركمتوها او ركنينها مش هتحبوها، فاحنا لازم نتعامل مع المادة اللي بالنسبة لنا لينا صعبة. فاول حاجة حبوا المادة، ما تستصعبوش فيها اي حاجة، وان شاء الله اللي بعد كده هيكون تمام جدا. احنا عندنا الانجليزي بينقسم لثلاث حاجات: حفظ كلمات وجرامر وتطبيق على الكلمات والجرامر. فاول حاجة هنبدأ بيها النهاردة ازاي نحفظ الكلمات. احنا عندنا كلمات الانجليزي في الكتاب بتكون متقسمة لمربعات. طبعا احنا بنجيب اي كشكول او اي كراسة، وابدأ ان انا الكلمة اللي انا مش عارفة احفظها بجيبها في الكشكول، وابدأ ان انا اسجلها في الكشكول مرة واتنين وتلاتة. فبالطريقة دي انا الكلمة هتثبت عندي. وعلشان يا حلوين الكلمات ما تاخدش معانا وقت، طبعا احنا بيبقى عندنا كلمات متراكمة. الكلمات المتراكمة دي بتكون من السنين اللي فاتت او من الدروس اللي احنا خدناها قبل كده. بتكون عندنا كلمات متراكمة بنسبة مثلا 25%، فاحنا الكلمات دي بنكون عارفينها. طبعا احنا هنبدأ نركز على الكلمات اللي احنا مش عارفينها ونبدأ نحفظها. تمام. فدي اول حاجة. تاني حاجة عندنا المفروض ان انا اعرف نطق الكلمات بتاع الانجليزي. انا لو عرفت انطق الكلمة هعرف اكتبها. فانا اول حاجة ان انا لازم اعرف اعرف نطق الكلمة. فانا لو مش عارفة انطق الكلمة ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل لو انا مثلا بروح درس عنده مدرس، ابدا ان انا اسجل ريكورد بصوت المدرس ذاتي وهو بينطق الكلمات. اجي بعدين لما اروح البيت ابدا اسمع الريكورد ذاتي واسمع كل كلمة المدرس بينطقها ازاي. فبكده انا هقدر ابدا ان انا احفظ الكلمة. هبدا ان انا اسمعها وابدا ان انا اكتبها لان انا عرفت نطقها. فانا لو عرفت النطق هعرف هعرف اكتب. طب انا لو مش بروح عند مدرس اعمل ايه؟ طبعا عندنا جوجل داتي انا هدخل عليه الكلمة اللي انا مش عارفة انطقها. الكلمة اللي انا مش عارفة انطقها جوجل هيعملها لي هيترجمها لي لعربي مثلا. لو انا بدخل الكلمة انجليزي هيترجمها لي للعربي، وكمان هيقرأها لي هيقرأها لي بالصوت بتاعها. فانا كده عرفت عرفت نطقها. تمام. يبقى كده انا خلصت اول جزء معاكم. ندخل على تاني جزء، وهو ازاي نذاكر الجرامر صح. الجرامر احنا بنستخدم فيه طريقتين: طريقة فهم وطريقة حفظ. لازم نستخدم الطريقتين في الجرامر. الجرامر محتاج اني اكون فاهم كويس قوي مع مدرس المادة كل كلمة هو بيقولها. يعني المدرس بيفهمك كل جزء في الجرامر. انت سيادتك بقى بتروح البيت، ده لو بتروح دروس او انت بتذاكر في البيت، بتبدأ تاخد بقى الجرامر اللي انت اخدته مع المدرس وتبدأ انك تذاكر. ولازم يا حلوين تذاكر اول باول. يعني لو اخدت الجرامر المفروض انكم تذاكروها على طول، ما تستنوش عليها يوم ولا يومين ولا اسبوع، كده انت هتنسوا اللي اخدتوه. فافضل حاجة انكم تذاكروا اول باول، وده هيسهل عليكم كتير جدا. لما بتذاكر اول باول طبعا بتكونوا فاكرين كل كلمة اتشرحت ليكم. كل اللي عليكم انكم بتقرأوا بس الكلام اللي انتوا اخدتوه وتبدأوا تذاكروه كويس. ولو في اي حاجة حفظ في القاعدة بتبدأوا انكم تحفظوها. وكده انتوا ضمنتوا ان الجرامر معاكم هتكون سهلة ان شاء الله. وعلشان نضمن درجات في الانجليزي لازم يكون عندنا محصلة كلمات. طب محصلة الكلمات دي هل انا هجيبها بس من الكلمات اللي انا بحفظها من الكتاب؟ لا طبعا. انا مش هقتصر بس على الكلمات اللي موجودة عندي في المنهج، فانا هجيب كلمات من بره المنهج. طب هجيب الكلمات اللي من بره المنهج دي ليه؟ عشان طبعا يكون عندي حصيلة كلمات. طب اجيبها منين؟ هجيبها من على اي موقع: يوتيوب، تليجرام، من اي موقع من على النت. تمام. وكمان تقدروا تجيبوا كتب السنين اللي فاتت. يعني انتوا مثلا لو في ثالثه ثانوي تقدروا تجيبوا كتاب اولى ثانوي وكتاب تانية ثانوي وتقدروا تحفظوا الكلمات دي. ممكن تستغلوا الوقت بتاع الاجازه وتبداوا انكم انتوا تحفظوا فيه الكلمات اللي هي بتاع سنه اولى ثانوي وبتاع تانية ثانوي، وثالثه ثانوي بقى تتفرغوا للكلمات بتاعكم الجديده.
وبكده يكون معاكم حصيلة كلمات كتيرة جدا تقدروا تحلوا بيها اي سؤال قدامكم. وبكده يكون خلصنا فيديو النهارده. ما تنسوش تكتبولي تحت في الكومنتات الفترة الجاية حابين نتكلم عن ايه. ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.